تنظر إلى شخص تحتقره. لماذا تحتقره؟ أقل منك في المال. استحي، أنت سالك، أنت مريد لله، تريد تقترب من الله، وتنظر إلى أحد من الناس بعين الانتقاص لأن لديك مالا أكثر منه. المال هذا حلاله حساب وحرامه عقاب. أو رأيت أن عندك علم أكثر منه، مسكين، العلم هذا إما حجة لك أو حجة عليك. سيسألك الله عز وجل: ويل للجاهل حيث لم يعبد الله مرة، وويل للعالم حيث عصى الله 1000 مرة. بماذا ترى لنفسك فضلا عليه؟ بجاه ونسب؟ أبو لهب أعلى نسبا منك، لم ينفعه نسبه. نحب آل البيت ونقدرهم، لكن النسب وحده لا يكفي إذا انفصل عن الدين. بماذا ترى لنفسك فضلا على غيرك من الناس؟ تعال بطاعة. انتبه أيها المريد، لا تنظر إلى مذنب أو إلى عاصي بعين انتقاص، هذا مزلق خطير. هذه نظرة محرمة تؤثر على القلب، يظلم بسببها القلب، تدمي القلب ظلمة. نظر عابد بني إسرائيل، رجل عبد الله ما عصاه قط سنوات طويلة، 500 سنة ما عصى الله قط. نظر عابد بني إسرائيل إلى فاسق بني إسرائيل لم يطع الله قط. هذا جاء من جهة والآخر جاء من جهة، فلما نظر كل منهما إلى الآخر أعرض كل واحد منهما عن الآخر. لكن على أي أساس؟ العابد أعرض استكبارا على العاصي، لا يغفر الله لفلان أبدا، رأى نفسه أفضل منه بمال عبادتك. العبادة إن صحت تزيدك تواضعا وانكسارا. هذا تكبر بعبادته. والعاصي أعرض الفاجر، لكن على أي نية؟ حياء من الله عز وجل. لما أعرض عن العابد قال: أستغفر الله، من أنا حتى أقابل هذا الرجل الصالح العابد؟ أنا الفاسق. كان هذا العابد من عباد بني إسرائيل، من الكرامات التي نالها من حسن عبادته أن سحابة كانت تظله إذا مشى. إذا جاء في النهار في الشمس تأتي سحابة على رأسه تظله. فلما التقى مع الفاسق فأعرض تكبرا على الفاسق، الكلام هنا عن النظر، نظر إليه نظرة استكبار، وأعرض الفاسق حياء. عندما افترقا تركت السحابة العابد وتبعت الفاسق تظله بعد ذلك. ما السبب؟ أنه نظر نظرة احتقار. فلا يجوز لك أن تحتقر أحدا. احتقر المعصية لكن لا تحتقر العاصي. احتقر الكفر لا تحتقر الكافر، لأن الذات التي تحتقر في الكفر هي الذات الكافرة. من هي الذات الكافرة؟ التي تموت على الكفر. لكن ما دام لا يزال على قيد الحياة هذا لا يحتقر، لأنك لا تدري على أي حالة سيموت. إذا لا يجوز لك أن تحتقر أحد من المخلوقين.